يا صباح الخيرات. النهاردة بس عايزة أكلمكم كده على حاجة صغيرة. إن زي ما إحنا بنقول دايما السلبيات اللي بتحصل وسوء العشرة وعدم التقدير وبنعمل وبنسوي وما بيتمرش والكلام ده، لازم برضو نتكلم عن الجانب الجيد والجانب المضيء والمشرق في الموضوع. انت لما بتعمل حاجة لأي حد ايا كان يعني، بتعملها لوجه الله. يعني لازم تبقى تصفي النية كده وتعملها لوجه الله، ما تعملهاش تقول علشان خاطر فلان انا هعمل كذا ولا كذا، لا، تعملها لوجه الله عشان تتردلك وتتردلك احسن مما عملت، لان نيتك خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى. وزي ما بيتقال اتقي شر من احسنت اليه. في برضو ناس بيتمر فيها العيش والملح وبيتمر فيها المعروف وبيتمر فيها الإحسان. فمش كل الناس وحشة. في ناس بيبقى عندها أصل وفي ناس ما بيبقاش عندها أصل. وممكن الناس الكويسة دي اللي بتحسن إليها بتعمل لك أحسن مليون مرة وتقف جنبك وتسندك وتبقى ظهرك أكتر اللي من دمك، أكتر من اللي من دمك فعليا حرفيا بمعنى الكلمة. فالناس دي لازم تتشكر ويتقال لها شكرا شكرا بجد ان كنتوا بتقفوا جنب الواحد. ومش نقول ده علشان انا عملت معاه كذا هو عمل كذا، لا، ده بيبقى رزق من عند رب العباد، انه بيسخر لنا ناس في وقت زنقتنا يساعدونا، زي ما بيسخرنا ان احنا نساعد ناس تانية. ف في ناس كويسة كتير وبجد انا عايزة اشكرهم، انا في حياتي منهم. وشكرا بجد جدا 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 ليكم. ما اقدرش اعمل تاج لحد علشان ما احرجهمش وعلشان ما يتضايقوش، لان هما لما بيتعاملوا بنية صافية وبيتعاملوا بحب. المحبة دي بتبقى من عند رب العباد، وبرضو المحبة الناس ليك دي رزق، ورزق كبير جدا. الحمد لله على نعم ربنا كلها، والحمد لله على نعمة الستر. ما هو انت كل لما بتعمل خير وبتستر ناس، ربنا بيسخر لك اللي يقف جنبك ويسترك في زنقتك. وربنا يفك كرب كل الناس وزنقتهم. وصباحكم جميل وشكرا.